السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشوني كتير جدا جدا. يا رب تكونوا بصحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. عايزة اقول لكم وحشوني كتير قوي قوي من الفيديو اللي فات. بحبكم في الله، ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناة. عايزة اقول لكم كمان اتأسف لكم جدا على غيابي وعلى ان انا بقالي كام يوم ما نزلتش فيديوهات ولا حاجة، بس عذرا يا جماعة، معلش والله. الظروف عندي، اول حاجه النت خلص مني. ما كنتش عارفه ان انا انزل فيديوهات غير لما اجدد الباقه واعملها، وكنت مستنيه بس علشان خاطر اعمل الباقه. تاني حاجه كنا بنجهز بقى للمفاجاه اللي هقول لكم عليها دلوقتي في الفيديو. طبعا الترتيبات والتجهيزات والشوجات بقى، شويه لخبطه بقى وشويه حاجات كده شغلتني ان انا اتلخبط شويه بس ومركزش في التصوير وفي القناه. مفاجاه اللي بقول لكم عليها يا حبايبي، احنا زي ما انتم شايفين كده بنلم في شنطه السفر بتاعتنا في هدومنا وحاجتنا، وقلنا بقى ايه خاطر نلم شويه الهدوم بتاعتنا علشان خلاص كده حان الوقت ان احنا ننزل بقى اجازه. نشوف الجماعه، اشوف بابا وحشني كتير جدا جدا، واشوف دي شنطه هبه كانت مطلعاها عشان اخيطها لها، وقالت لي خدي يا ماما خيطيها. طبعا الشنطه دي لسه شاريها لهبه، ما كملتش اسبوع بالظبط، بس هبه بقى يعني مش عايزه، يعني بصوا عايزه اقول لكم ان هي ممكن الحاجه اخرها في 10 ايام في ايديها بس، وتلاقيها عماله تقطع وتعمل. انا فكرت ان انا اخيطها، وبعد كده جيت قلت لها لا طب خلاص سيبيها وهوديها لحد بتاع الشنط يمشي لك عليها بالمكنه احسن ويخيطها لك عشان تبقى اجمد، لان انا خيطت بالابر انا عارفه ان هي هتفك تاني، وهبه بقى ايه مش برضو مش هتسلك في الحوار ده. فقلت لها سيبيها ناخدها لبتاع الجزم يخيطها. بصوا بقى يا جماعه، دي بقى الحصاله بتاعتنا. كنا عملنا فيديو قبل كده لو تفتكروا الناس اللي شايفه الفيديوهات معايا قبل كده. كنت مره في جوله في السوق واتسوقت، وجيت من ضمن الجوله دي قلت لكم يا جماعه انا جايبه حصاله علشان خاطر اخليها للفضيه وللتحويشه بقى، ونحوش تحويشه عمرنا فيها. طبعا سايباها لوقتها لما نيجي نفتحها. طبعا ما لقيتش انسب من الوقت ده ان انا افتحها بقى لما قلنا مسافرين وهننزل خلاص نفتح بقى تحويشه عمرنا، علشان ايه ناخدها معانا مصاريف ونصرف بيها وكده. طبعا بطه فرحت جدا ان انا هفتح الحصاله، ونورة قالت يا ماما انا هفتحها انا، بس انا خفت على نورة طبعا علشان اعصابها اساسا سايبه من العمليه ومن التعب اللي هي فيه، فخفت عليها ان انا امسكها السكينه فتفلت منها تعورها او حاجه. قلت لها استني يا ماما اعملها لك واقشرها لك وانت ايه حاولي تفتحي بالراحه. طبعا نور اعصابها من العمليه حبيبه قلبي سايبه ما بتاكلش. كل ما احط لها اكل او اجيب لها حاجه ما فيش نفس ان هي تاكل ولا اي حاجه من شده التعب اللي هي فيه. يعني ادعوا لها يا جماعه ربنا يكمل شفاها على خير. زي ما انتم شايفينها كده خست واتغيرت وعلى طول راقده كده قاعده زي ما انتم شايفينها، يا اما راقده على السرير يا اما اجيبها كده جنبينا تقعد شويه، اديها مثلا حته جبنه نستون او زبادي او اي حاجه وتاخد العلاج وتقوم على كده. فادعوا لها بالشفاء ربنا يكمل شفاها على خير ويقومها لي بالسلامه عشان تلحق دروسها وتلحق مدرستها وتلحق بقى ما يفوتهاش اكتر من كده، عندها شهر كده في الدروس. فقلت اخدها البلد وانزل منها هوديها الدكتور هناك في البلد يشوفها واطمن عليها واشوف الدنيا ماشيه مظبوط ولا ايه التاخير ده كله في حوار العمليه. بصراحه كده دخلنا على شهر هي عامله العمليه، وفي الشهر ده كله انا مش شايفه تحسن قوي. نورة كل مادة كل ما بلاقيها بتتعب اكتر، فقلت خلاص انا هاخدها البلد انزل اشوف بابايا واشوف والدي كده واطمن عليه عشان وحشني جدا، واشوف هبه اختي واشوف اخواتي كلهم واشوف ابني، وانزل بقى للحبايب كده اتجمع معاهم كده. من زمان بقالي يا جماعه حوالي عن 8 شهور ما نزلتش، يعني خلاص قربت اتم السنه ان انا ما نزلتش. بتهيألي لو مسافره السعوديه مش هقعد الوقت ده كله. جيت خلاص بقى قلت لا كفايه كده انا هاخد القرار وهنزل البلد اطمن عليهم واشوفهم. وطبعا هنعمل فيديوهات في البلد انا وهبه هتشوفوها، وهعمل فيديوهات عند بابا وعند الجماعه. ادعوا لي بس ربنا يصلح الحال وافتكر، لان احنا القعده بتاخدنا ومن كتر القعده ما واخدانا واحنا وحشين بعض وبقالنا فتره جامده ما شفناش بعض. بنسى اصور والله انا وهبه كمان.
بننسى ان احنا نصور او نعمل فيديوهات، وبعد كده لما امشي بقى وافوق اقول يا طب انا ليه ما صورتش، انا ليه ما عملتش. فان شاء الله افتكر ونصور مع بعض ونعيش الاجواء مع بعض في البلد بقى ونشوف الجماعه. انا مش هطول، هروح اقعد حوالي اسبوع او 10 ايام بس يعني. ان شاء الله احاول ان انا استنى الاول بدايه الدراسه، بس عشان انا عامله تقرير طبي لنوره بحالتها، وعامله لها جواب استئذان من المدرسه عشان اقدمه، لان هي طبعا استحاله تعرف تحضر المدارس بالمنظر ده، لانها ما بتعرفش تقعد اصلا ولا بتعرف تمشي، فاستحاله ان هي تروح المدرسه. فانا جبت لها جواب طبي من الدكتور اللي عمل لها العمليه، وجبت لها جواب علشان خاطر ايه، اقدر ان انا اخد لها اجازه بيه يعني، واستأذن لهبة هي كمان، واعمل لها هي كمان جواب، واستأذن لها من المدارس، عشان طبعا هما مدارسهم في الشرقية وانا شغلي في اكتوبر، فما بحضرهمش المدارس بقى، ما بعرفش عشان هم قاعدين معايا هناك، اما دروسهم وحاجتهم معايا هناك في اكتوبر يعني، بياخدوا الدروس هناك في اكتوبر كلها، وبننزل على قد الامتحانات يعني. احنا بقى ان شاء الله الاجازة دي خدوا بقى بعديها كده لحد رمضان او العيد ان شاء الله، لحد اجازه العيد لما انزل بقى تاني يعني. عدوا بقى شوفوا كام شهر للعيد يا جماعه. لما ننزل البنات هينزلوا على الامتحانات، وانا احتمال ابقى انزل معاهم ساعه الامتحانات ان شاء الله رب العالمين. ربنا شاء كده وكان لنا عمر، وربنا يصلح الحال يا رب ويكمل النور على خير. طبعا هبقى انزل معاهم يعني، فيها كده حوالي 4 شهور كمان ولا 5 شهور لحد ما ننزل تاني. ربنا يصلح الحال لينا وللجميع يا رب. فانا قلت بقى ايه، نفتح الحصاله مع بعض ونلم شنطه السفر مع بعض. انا ده كان قبلها بيوم، المفروض ان انا هنزل تاني يوم على طول، وصورت الفيديو. قلت بقى ايه اشارككم معايا الاجواء دي. الفيديو انا بقالي فتره ما نزلتش فيديوهات بسبب انشغالي، ان انا كنت بجمع في حاجتي وبلم الدنيا، وطبعا كنت بتمم على الطيور وعلى الحاجه، وكنت كل يوم بنزل مع البنات كده عشان اشتري لهم شويه حاجات ينزلوا بيها يعني. فكان الموضوع بس ايه واخدني شويه من القناه ومن الفيديوهات، وما كنتش بعرف اصور، وكمان علشان خاطر حوار النت، بس الباقه عندي كانت خلصانه، وعلشان اعملها استنيت شويه لحد لما اعملها علشان اعرف ان انا انزل لكم واي فاي، عشان انا طبعا انزل لكم نت، عشان انا انزل لكم فيديو اسفه، عشان انا ما عنديش واي فاي يعني، بعمل الباقه وبنزل منها. فكنت مستنيه بس اجددها وهنزل منها. طبعا الحصاله دي يا جماعه طلعت عينينا، بمعنى طلعت عينينا، اللي هو بصوا حاسه ان احنا بنفتح بقى ايه مغاره علي بابا والله يعني. بصوا انا ماسكه السكينه، انا خايفه على نوره من السكينه، كل ما بتمسكها نوره اعصابها اساسا فلته، وايديها بتترعش لوحديها، وما عندهاش تركيز في اي حاجه خالص، فاللي هي كل ما تمسك السكينه انا اخاف عليها واخد السكينه منها واكمل. وبعد التعب ده كله وشقينا الحصاله بالسكينه نصها، وفي الاخر لقينا الغطا اللي فوق بقى من كتر الخبط ومن كتر الفتح اتفتح لوحده. نورة شدته كده واتفتح لوحده، وهنقلب بقى الحصالة ونشق عمرنا فيها، وهنشوف مع بعض بقى الحصالة فيها ايه. هي كانت عايزة تتملي كمان شوية على فكرة يعني، انا لو سكت عليها شوية تاني هي كبيرة كانت هتاخد قد اللي فيها ده كمان مرة او مرتين، بس طبعا انا عشان نازلة ومحتاجة فلوس معايا، فقلت خلاص هفتحها وهاخد الفضية دي هبدلها من اي سوبر ماركت او اي بتاع خضار، وهيديني مكانها بقى ايه مجمد. طبعا انا كنت كل ما يجي معايا فضيه اروح السوق واجي فيتبقى معايا فضيه في البوك، فكانت تضيع مني او تقع من البوك او حاجه، فقلت لا طب وعلى ايه، طب ما انا هجيب حصاله والم فيها الفضيه ديت واخليها على جنب، اعتبرها الهبه ونوره. وبقيت احط الحصاله ان نوره بقى معاها فضيه تحطها، هبه بقت معاها فضيه تحطها، انا بقى معايا حاجه، كنا نحط في الحصاله لحد لما ايه خلاص بقى قلنا نوينا نزول وقلنا هننزل. قلت خلاص بقى ده بقى وقتها ان احنا بقى ايه نعملها. بصوا بقى هم قالوا هنلم الاول الورق، انه انا بقى لما كان بيجي معايا فلوس ورق متوفره 100 250 5 10 اي حاجه، كنت بحطها في الحصاله اقول ايه هتيجي في وقت زنقه وهتنفعني. هي ممكن هي تكون متوفره معايا في وقت واجي في وقت تاني يبقى مزنوقه فيه فهبقى الاقيه. وفعلا اليوم اللي انا كنت عامله حسابه جه، انا طبعا نازله وكنت عايزه مصاريف معايا وعايزه فلوس معايا، فقلت خلاص بقى هفتحها عشان يبقى معانا مصاريف واحنا نازلين وكده. فتحناها الحمد لله. نور قالت انا هعد الفضيه يا ماما، عدت الفضيه يا جماعه جت حوالي 300 جنيه، 300 او 300 وحاجه كده، 310 و20 مش فاكره بالظبط يعني. والورق بط قالت انا هعد الورق يا ماما،
بط عدت الورق لقيته برضو حوالي 2000 جنيه. يعني ادي الميتينات والميات ودول لقيناهم حوالي 2000 جنيه. وكان معانا الفضية دي حوالي 300، ادي 2300 فضل ونعمة من ربنا، والحمد لله رب العالمين. انا عملتها في وقت يعني قلت افكها في الوقت الصح وافتحها في الوقت الصح، ان احنا بقى ننزل خلاص. هي فعلا الحصيله كانت صعبه عليا ان انا افتحها، والله ما كنتش عايزه افتحها خالص لما تتملي، بس عشان الظروف بس، وعشان انا كنت محتاجه الفلوس معايا عشان اخدها معايا مصاريف وكده، وعشان اودي النوره للدكتور كان من بره، واتابع بقى معاه واجيب لها علاجاتها وحاجتها ومصاريف بقى انتوا عارفين بقى المصاريف عفوا يا حبيبي معلش بقى الصوت. انتوا عارفين بقى مصاريف بتاعه المواصلات والروحه والجيه والكلام ده كله. بس فانا قلت خلاص بقى نفتحها ونشوف اللي فيها، وافتحها معاكم عشان انا وعدتكم في الفيديو ان انا هعمل الحصاله ديت وهحطها، ووقت لما الاقي وقت محتاجاها هفتحها برضو معاكم في فيديو. انا بحب اشارككم معايا في كل الفيديوهات، وبحب اشارككم معايا في اي حاجه في حياتي. انتوا حبايبي واخواتي في الله، واحلى متابعين عندي في الدنيا كلها. بحب ابقى احس ان انا قريبه منكم، ان انا بشارككم حياتي، بحس ان انا حياتي قريبه منكم. بحس ان انتوا اهلي بجد يعني. بس هو الموضوع الفيديو سهل وبسيط جدا وعادي خالص يعني. بس انا حبيت اصوره معاكم نتشارك مع بعض كده، والمنظر الفلوس واحنا بنفتحها من الحصاله، واشارك معاكم شنطه السفر وانا بجمعها وبلمها. بس انا كنت لسه لميت نص اللبس، وكان لسه النص التاني لسه بقى عشان لبس نوره هي عارفه هتاخد ايه. فقلت لها خلاص يا نوره قومي كده بالراحه وادادي كده على مهلك، وحاولي يا حبيبتي تطلعي لبسك وحاجتك علشان المهم لك، وعلشان خاطر ايه ما تنسيش حاجه وانت هناك برضو. شوفي ايه اللي هترتاحي فيه في اللبس، وايه اللبس اللي انت عايزاه يبقى مريح ليكي، عشان طبعا ايه تلبس حاجه واسعه تبقى مريحاها يعني. هي قامت بعد كده بقى طلعت لبسها وحاجتها، وانا رصتها لها في الشنطه. جمعنا الشنطه بتاعتنا كلها وجمعنا حاجاتنا وظبطنا دنيتنا. البطه هنا بتعد بقى في الفلوس الورق، ونوره هنا عماله تعد في الفضيه. وطبعا كل ما نكلمها وهي تعد في الفضيه ترجع تعد من الاول تاني. فاهمين انتوا اللي هي بص الفضيه ملخبطاها، كل ما تعد وتفتكر العدد اللي هي قالته فترجع عشان تكمل عليه تبص تلاقي نفسها اتلخبطت، فتسالنا تقول هو انا قلت كام؟ انا قلت 70 ولا قلت 80؟ اللي هي بقى بصوا قلت لها لا انت بقى معاك ربنا، عدي انت وانا بعد الفيديو انا هبقى اقلبها وهعدها تاني لوحدي، علشان خاطر برضو ما تلخبطيش نفسك وكده. انا بسيبها تتسلى بس عشان خاطر تنسى التعب والالم والوجع العمليه والكلام ده كله. بصوا الفضيه مش جايه ربع الحصان.